في هذا الفيديو حضرت لكم أسرع تارت على الإطلاق بأسرع وأطرع عجينة قطنية ممكن إنكم تجربوها. عجينة سريعة جدا وزي القطن بالضبط. جربوها وحتعجبكم هلبة وادعوا لي. نتمنى إنكم لو أول مرة تشوفوا قناتي تدعموني بالاشتراك في القناة وبلايك وبتعليقاتكم الحلوة وتنوروني في هذه القناة ومية أهلا وسهلا بكم. أول حاجة نبدأ في الطريقة باش ما نعطلش عليكم. خديت كوب فيه مية دافية، حطيت فيها ملعقة من السكر وحطيت فيها ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. بعدين خليتها على جنب حتى ان هي تخمر. خديت صحن حطيت فيه 2 أكواب من الأكواب المعيارية دقيق عادي. حنضيف عليه نص كوب من دقيق الحبة الكاملة أو دقيق الشعير أو الدقيق الأسمر هذا يلي عندكم. لو مش حابين تضيفوه عادي جدا تقدروا تستغنوا عليه. حطيت ملعقة صغيرة من الملح وملعقة أو عفوا شوية من البزار حتى إني لا تغير لونها. ونحركهم تحريكة بسيطة بهذا الشكل زي ما قاعدين تشوفوا في الفيديو. بعدين جبت الخلطة اللي أنا درتها معاكم من أول الفيديو، حطيتها على المكونات الجافة وتوم نعجنها حتى إن هي تتماسك معاي. أهم حاجة المية تكون دافية، ما تكونش سخونة هلبة أو مسقعة هلبة، تكون دافية. نعجنها بهذا الشكل، نحط لها عليها شوية من الزيت العادي ونعجنها بإيدي زي ما قاعدين تشوفوا. وهكي نخليها تتخمر وترتاح لحيث ما يتضاعف حجمها. نجو هني للحشوة. حطيت لحمة مفرومة، حنحط معها شوية زيت، زيت عادي أو زيت نباتي. الأفضل إن أنتم ما تكتروش زيت لأن اللحم المفرومة الأغلب اللحمات المفرومة تكون معها الدهن أو شحمة. تكون النار عالية باش أننا نتخلص من كل السوائل اللي هي تطلع بأسرع وقت ممكن. حطيت معها البصل اللي هنا درت قطع، تقدروا تفرموه أكتر من هيك عادي ما فيش مشكلة. ونغطيه. وهنا نجو للبطاطا. البطاطا قرضتها زي ما انتم قاعدين تشوفوا دوائر في زيت على نار شوية هيك بنحمسها، ما نبيش نكتر تحميرتها بحكم ان هي يعني حندخلها للفرن. بالنسبة للبطاطا هي إضافة عادي، اللي حاب يضيفها يضيفها واللي مش حاب عادي. وبالنسبة للحشوة تقدروا تستغنوا على حشوة المفروم، تديروا مثلا حشوة أجبان، حشوة الفطر. لو حابين نديروا لكم حشوة الفطر فعلا ان هي حشوة لذيذة جدا تمشي مع هلبة معجنات. اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله حنديرها لكم الأيام الجاية. او تقدروا تديروا حشوة الشاورما او دجاج. تضيفوا معها زيتون، تضيفوا معها جبنة، تضيفوا معها بطاطا مقلية عادي. كل الحشوات تمشي مع هذه العجينة الطرية. بعدين جيت هنا للمفروم، نتبلته بشوية زنجبيل، ملح، فلفل أحمر، بزار، فلفل أسود، ونحركهم حتى يتبل المفروم مع التوابل بهذا الشكل زي ما قاعدين تشوفوا. بعد حتى البصل انه هو داب معاي او انه هو طاب يعني. نخلو الوصفة او نخلو الحشوة على جنب حتى ان هي تبرد وننتقل للعجينة. هذه عجينتنا بعد ما تضاعف الحجم متاعها وارتاحت كويس. هنا جهزت الطاجين متاعي. تقدروا لو مش حابين تحطوا زي ما حطيت انا ورق زبدة تحطوا شوية من الزيت لضمان انها مش ما تلصقش في الطاجين. حطيت على سطح العمل شوية من الطحين وحنقسم عجينتي على 2 زي ما قاعدين تشوفوا في الفيديو باش طبقة نديرها من تحت او من قاع الطاجين وطبقة نغطي بها من فوق. حناخد توا كورة حنطرحها زي ما قاعدين نشوف في الفيديو بسمك يعني ما يتخطاش 1 سنتي، ما نكترش عليها. زي ما قاعدين نشوف في السمك نحطها في الطاجين متاعي. الافضل ان انا نخلي حواف يعني في الجنب باش الحشوة بعدين ما تطلعش بهذا الشكل زي ما قاعدين تشوفوا. نهدب شكلها بشوية نحاول اني ما نشحطهاش. هنا ندير فتحات بالشوكة زي ما قاعدين نشوف في الفيديو حتى ان العجينة ما تنتفخش معاي.
هنا نجيو للمرحلة اللي بعدها. هنا لو مش حابين انتوا تضيفوا صلصة عادي تقدروا تديروا هريسة عربية تجي حلوة هلبة، او ديروا الهريسة التونسية عادي مش مشكلة. بس انا ضفت هنا صلصة البيتزا حطيتها، حنحط معاها توا المفروم، وزي ما قلت لكم تقدروا تعددوا الحشوات بحشوة الدجاج تجي رائعة هلبة. حطيت الكمية المناسبة من المفروم يلي جهزناه، وهنا نجي نحط البطاطا والحشوة انتي تتفنني فيها مش مشكلة، او ما تقيديش بحشوة معينة. وصفة حلوة هلبة هذه اللمات او الجمعات او هيك مع العشية، يعني مع طاسة شاهي او مع كوب من المشروب في العشاء عادي يعني، حلوة هلبة. نتمنى انكم تجربوها. حطيت هنا الجبنة وعادي تقدروا تحطوا الاضافات اللي انتوا تحبوها. هنا أنا معاكم حنطرح العجينة الجزء الثاني يعني أو الكرة الثانية من العجين، حنطرحها كويس باش نغطي بها العجينة، عفوا نغطي بها الحشوة من فوق. زي ما موضح قاعد معاكم في الفيديو، هذا شكل العجينة ونحط عليه الحشوة من فوق، نغطيها كلها بحيث انه ما يبان الشي، نسكر الأطراف على بعض. نجي هنا بأي شي حاد عندك، نقصها لمثلثات بهذا الشكل. بعدين التغميسة من فوق حندير حليب وزيت، أو حليب عفوا وزبدة. الحليب يعطي طراوة العجينة أكتر، أما بالنسبة لي الزبدة تعطي لمعة بعدين بعد ما يطيب الطاجين. ندهن الطاجين كله بهذا الشكل حيث نتأكد إن كله دهن. بعدين نزينه على حسب كل واحد ورغبته، تقدر تزينيه بالسمسم أو بحبة البركة أو بالزعتر، كل واحد وحسب رغبته، أو تقدر تزينيه بالزيتون أو يلي انتي تحبيه أو بالجبنة عادي. وندخل الكوشة هنا على درجة حرارة 180 من فوق وتحت، ما يعطلش في الكوشة. وهذه وصفتنا صارت جاهزة، نتمنى ان هي عجبتكم. يا رب تكون نالت رضاكم، نتمنى انكم تجربوها. الوصفة سريعة وسهلة ولذيذة هلبة، بالنسبة للعجينة طرية جدا زي ما قاعدين تشوفوا في الفيديو. نتمنى انكم تجربوها. تكتبوا لي تعليقاتكم حتى تدعموني اكتر. لو حابين وصفة نديرها لكم حتى هي اكتبوها لي في التعليقات. ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. ودوخ نقص لكم طرف باش انت تشوفوا، باش انتوا كيف تشوفوا يعني كيف تطلع لكم من داخل، كيف شكلها من داخل. الحق العجينة بسم الله ما شاء الله طرية هلبة، تمشي حتى مثلا تاخدها معاك في الزرادي او لزوجك ماشي العمل تحطيها على فلانش بوكس، حلوة هلبة. اتمنى انكم تجربوها ودمتم في حفظ الله.